السلام عليكم، مرحبا ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم بخير ان شاء الله. نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. المهم نشارك معكم هذه الوصفه كتجي بالشعريه رائعه والكبده ديال الدجاج، كتجي رائعه ولذيذه بزاف وسخونه في البرد وصحيه. الناس اللي عندهم فقر الدم يحاولوا يبقاو ياخذوا بزاف هاد الكبده ديال الدجاج، زوينه بزاف. والمهم نبداو المقادير. المهم عندي المقادير، عندي شويه الكبده الدجاج، وعندي العدس، عندي مطيشه، عندي الشعريه، عندي هنايا البصله، قزبر معدنوس، شويه القليب قطعته حتى كيشد الطياب، ضامن الزعفران، القزبر يابس، شويه الحار او السودانيه، شويه ضمات البنه. وهنا المقادير عاود الطماطم، هنا عندي حبه الطماطم، وعندي العدس دايره في الماء باش يطيب ليا بسهوله. المهم بعد ما قطعت البصله كيفاش شتو داك الشرموله ديال البصله داكشي، درتهم تقلاو مزيان مزيان مزيان، تقلاو مزيان، عاد زدت عليهم الكبده ديال الدجاج. المهم غنديهم ونجيبهم مزيان حتى يطيبوا، وغادي نحيدهم. المهم نتوما تابعوا معايا، غادي نحيدهم. المهم غادي نحيدهم وغادي ها هما كنحيدهم. نجيوهم دغيا كيطيبوا، ما كتشدش طيب بزاف، ما خصنيش نطيبها حتى تولي ناشفين، حتى يوليو ناشفين، ما كتجيش لذيذه بزاف. المهم غنحيدهم وغنخلي ديك المريقه. ديك المريقه اللي غتبقى ليا. المهم انا حيدت الكبده، وانا عندي فقر الدم وبزاف اللي نصحوني بالكبده ديال الدجاج، هادشي علاش انا كناخذها. درت شويه ديك الطماطم مطيشه، غادي نقليها حتى هي مزيان. ملي غتقلى ليا مطيشه مزيان غنكون غاسله ديك الشعريه، المهم نقيتها وداكشي وغسلتها. هاي مطيشه تقلات ليا مزيان. المهم بعد ما غسلت الشعريه زدت مع واحد ورقه سيدنا موسى او الرند. غادي نزيد دابا ديك الشعريه مع مطيشه، وغادي نزيد العدس. نتا انا دايره العدس، واحد شويه العدس حتى هو دايره كيطيب، غادي نزيدو بالماء ديالو. ورقه سيدنا موسى. المهم كنزيد العدس لانه حتى هو راه مزيان كيعاون شويه. كبده البقري وكبده الدجاج والعدس، بزاف د الحوايج فيهم فوائد لفقر الدم. المهم راه كاين عنده السميه ديالو، وحنايا نقول ليه فقر الدم، يعني مزيان ليه الكبادي الدجاج او الكبده ديال البقري او العدس او السردين، سلوفيه بيضاء، الدقيق ديال القمح، ديال الشعير، ماشي القمح، ديال الشعير ديال البلاد ماشي. المهم دابا انا غنزيد العدس. هاد الطبابه دار لي حتى كان كيطيب. المهم دابا العدس راه طيب، واللي عنده الكوكوط يمكن ليه يجمع كلشي ويدير في الكوكوط يسد عليه، بحال العدس وداك البصله ومطيشه وداكشي يسد عليه حتى يطيبوا. يحيد غير سميتو، غير الكبادي يحيدهم، ما يديرهمش حتى حيت الكبده دغيا كطيب. والشعريه يعني خليتي حيد، يدير العدس والبصله ومطيشه داكشي يسد عليهم في الكوكوط حتى يطيبوا دغيا ويحل. المهم انا ما كنستعملش الكوكوط، داكشي كنطيب العدس بوحدو، ولكن ما كنلوحش الماء ديالو، كنخليه مع. دابا غنسد عليه وغنخليه يطيب وغادي نرجع معكم ان شاء الله. المهم هو بعد ما طاب العدس، طابت الشعريه والعدس، يعني تجمعوا كلشي. ها هما حطيتهم قدمتهم بهذه الطريقه. الكبده راه كانت يعني طيبه، كيجي بهذا الشكل رائع ولذيذ بزاف. وما تنسونيش من لايك ومن ابوني، الله يسهل امركم. ابوني ولايكات، كثروا لي لايكات باش الفيديو كلشي يشوفوه ويمشي للناس بزاف. ما كديروش لي لايكات بزاف، الله يسهل امركم. اللي تفرج في الفيديو دير لي لايك، تفضلوا ليس امرا، واشتراك، وشكرا لكم.